تفتكر ان الم في البطن سببه تسريب في جدار الشريان الاورطي؟ مريضنا عنده 71 سنة، عنده ضغط وعنده قصور في عضلة القلب، جاي بيشتكي من ألم شديد غير محدد في منطقة البطن. عملنا سونار مش موضح إن في عندنا أي نزيف داخلي، وعملنا مقاييس بالصبغة وضحت إن في عندنا تسريب دموي من الدعامة المغطاة السابقة داخل جدار الشريان الأورطي والتمدد السابق. دراسة الأشعة مع فريق أندلسية، قعدنا مع العيان فهمناه خطورة العملية الجراحية وإنه الحل الأنسب بالنسبة له القسطرة مع وجود بعض التحديات. داخل غرفة القسطرة صورنا الدعامة القديمة والشريان الأورطي، واستخدمنا غلق جزئي باستخدام البالون، ووجدنا ان التسريب الشرياني من داخل الدعامه القديمه او النوع الثاني تايب 3 اندوليك. استخدمنا دعامه جديده بطلناها بالدعامه القديمه، وكانت التحديات بالنسبه لنا انه الماركز او العلامات بالنسبه للدعامه القديمه والجديده غير واضحه بسبب تداخلهم الاثنين مع بعض، والحمد لله استطعنا ان احنا نغلق التسريب الشرياني وتكاليف العمليه بالنجاح.